مبدئيا كده الفيديو ده مش للناس اللي بتخاف خالص، ولو انت بتقلق من افلام الرعب الفيديو ده كله افلام رعب بس حقيقية حصلت في ارض الواقع. غير بقى انك انت ممكن تتخيل ان انا جايبه من الخيال، بس انا جايب لك اثباتات والاشخاص اللي عاشوا الواقعة دي. لان انا هتكلم النهارده عن حاجات انت ما بتسمعش عنها الا في الدارك ويب، حرفيا زي ما بقول. وللاسف ده بيحصل في وطننا العربي، يعني مش بعيد عننا، لا، ده في سوريا، من قلب سجن سيناء. حرفيا انا مش عارف ابدا لكم منين يعني انا ابدا لكم من شكل السجن اصلا اللي على شكل مرسيدس، اللي اول مره في حياتي اشوف السجن على شكل علامه تجاريه. هم اكيد مش قاصدين حركه زي دي، بس شكل السجن ذات نفسه من فوق هو انت تحس ان في حاجه غريبه، بجد والله. انا اول لما شفته قلت ايه ده مش معقول يكون سجن، ده مصنع، شركه، بس ده مش سجن. بس اللي بيحصل جوه السجن ده انت ولا انا ولا اي مسلم في الدنيا يتصوره، لان اللي بيحصل ده من مسلمين زيهم زيك، بس هما في الاساس ابلسه. حرفيا ابليس لو شاف الناس والسجانه بتوع السجن ده وطريقه تعذيبهم للناس نفسيا وجسديا، هو هيقول انا مش محتاج ان انا اوصف لكم يا جماعه، بجد. لان القصص اللي انت هتشوفها واللي انت هتسمعها معايا في الفيديو ده انت مش هتتخيل مدى صعوبتها. وانا اصلا وانا بعمل الفيديو انا عشت في موقف كل واحد في السجن. انا حسيت ان احنا، لا، احنا بعيد، احنا بعيد، احنا مش، مهما تصورت المشهد انت مش هتيجي 5 من 10 من الإحساس اللي كان الناس دي بتحسه. ذل وإهانة وعنف، تعذيب جسدي ونفسي على أعلى مستوى. أنا يكفي أقول لك إن أنا لو وريتك مثلا مازن حمادة وهو بيتسأل عن سجانة، رياكشن وشه وعياطه لوحده يخليك إنك أنت، الراجل ده مكسور نفسيا. مش مازن حمادة بس، يعني مش ده بس. يكفي أقول لك إن هما بيخرجوا سجين من ضمن السجناء اللي اتحررت من سجن صناعي، رد فعله مش عارف هو فرحان ولا زعلان ولا هو اصلا فعليا هو مش واقعيا معانا، هو نفسيا متدمر، بس هو فرحان الله اعلم، زعلان الله اعلم. يكفي اقول لك ان الناس اللي في السجن كانوا بيقول لك ان اصعب حاجه كانت بتعدي عليهم هم اصوات الناس اللي كانت بتخش السجن جديد. من كتر التعذيب ما كانوش بيعرفوا صوت اللي بيتعذب ده واحده ولا واحد، لان الاصوات متشابهه من كميه التعذيب اللي كانوا بيشوفوها. يكفي اقول لك ان مازن برضك حماده في اول دخول ليه لسجن صدنايا، هحكي لك، هو اللي هيحكي لك احسن. ددوني بالارض، كسروا لي ضلاعي هاي الاضلع، يطلع فوق ويدبج فوقي، تحس هاي طق 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 اضلاعك هاي لو يقلبك بالعكس على ظهرك يطلع يدبج فوقك، دفر على وجهك بكاس بالعصي. جاب المرة الثانية شبحني. انا مش هقول لك انك انت لما تسمع مازن انت هتبكي على صوته بس، هو صوته مش بيحكي، هو بيبكي من كتر الاذى النفسي اللي اتعرض له. طرق تعذيب غريبه، التعليق بقى بالحبل زي ما هو قال لك لما تحس ان ايديك هي اللي شايله كل جسمك، والتعذيب عن طريق الكرسي الالماني والكهرباء وطرق غريبه والشبح على الكرسي. كل انواع التعذيب اللي عقلك يتخيلها كانت بتتمارس مع الناس دي. يكفي اقول لك ان هما فعلا اكتشفوا كاميرات كانت بتصور التعذيب ده، وانت فاهم يعني ايه كاميرات بتصور التعذيب؟ ده الدارك ويب وش. يعني الناس دي كانت بتعذب الناس عشان تكسب منهم فلوس، مش بس عشان دول سجناء سياسيين او ضد النظام او معارضين لبشار وحافظ الاسد، لا خالص. انا ممكن كنت اسجن اي حد سوري لاجل المتعه وجلب المال، وما ينفعش ان اهلك، انت متخيل، يعرفوا مكانك فين. انت بتتخطف، حرفيا بتتخطف من اهلك، بتتخطف من الدنيا، بتتخطف من كل حاجه حواليك، وتروح تشوف عذاب. تحس ان، يعني، مفيش رحمه، مفيش قلوب في قلب السجانين دول، ولا هم اصلا بمسلمين ولا ينفعوا يشبهوا مسلمين. فخشيت لك في مواضيع بقى الحريم اللي كان بيتسجن. انت بجد انت هتروح في حته تالته. الاغتصاب ده كان اسهل حاجه ممكن تتعرض لها لوحدك جوه. كميه قهر
كانوا بيعانوا منها، بالذات الحريم في السجن. انت ما تتخيلوش، من حفلة وسهرة، وحفلة لها معنى وسهرة لها معنى. حفلة يعني ناس كتير، سهرة يعني واحد بس. تعرف يعني ايه يجبروا الواحدة ان هي تنطق اسم واحد عشان يعمل معاها حاجة؟ ما هو ده بقى فعلا اتنفذ مع ناشطة سياسية سورية بجد. وشافوا على تليفونها آية كانت بتحبها، أو صورة آسف كانت بتحبها، وبالأخص صورة الكرسي، وبصوت شيخ هو كانت بتحبه. تخيل الناس دي يعني مش محتاجين إبليس بقى، كانوا يشغلوا الآية والصورة دي، وكانوا بيجبروها نفسيا إن هي تنطق اسم حد عشان خاطر يغتصبها، عشان ما تعملش على حفلة، ويشغلوا لها القرآن ده وهي بيتم اغتصابها. أنا مجرد لما قلت لك أنا جسمي يعمل كده، بالك بقى هما كانوا عايشين في كده. كانوا بيديلها حقنة على سن إن هي الحقنة ديت منع الحمل، وهي مكانتش منع الحمل، ده كانت بتزود عندها الرغبة عشان تستلذ وهي بتعمل كده على صوت القرآن والآية اللي بتحبها. ده أقل أنواع التعذيب للحريم، أقل أنواعها، في أزيد وأزيد. يكفي إن هما لما كانوا تبقى أنت سجين جديد، ما كانوش بيحطوك مثلا في سجن عادي، لأ، في سجن الملح. سجن الملح ده أنت بتخش مع أشخاص ميتين، هم حاطينهم في أوضة الملح دي عشان خاطر ما يطلعوش ريحة. تحت منك 40 50 جثة، فوق منك 70 60 جثة. بيقول لك إن الأوضة دي كانت بتاخد من 120 ل 130 جثة. أنت داخل قاعد مع جثث، وبيسيبوك 3 أيام. تخيل أنت قاعد مع جثث لمدة 3 أيام، ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. حرفيا ده كان بيعملوه. أنت متخيل المنظر؟ متخيل واحد أصلا ما عملش أي حاجة في الدنيا غير إن هو سوري، مش عاجب حد من أتباع البشار. تعالى يا باشا خش السجن وتعذب، ومش هتطلع، ومحدش هيعرف يطلعك، لان محدش اصلا عارف بره انك انت عايش. هو خلاص اللي اختفى من سوريا وراح السجن ده هو بيفضل مختفي. يكفي اقول لك ان في ناس دخلت 18 سنه طلعت عندها 40 سنه، زي الراجل ده ما كانش بيلاقي ميه يشرب، كان بيستنى لما الميه تيجي من عند ربنا. تخيل، وتمشي من على الارض. كان بيجيب فوطه ويحطها ويملى الفوطه ميه ويعصرها، ويعمل اللي هو انت شفته ده، الكيس بتاع الميه ده، عشان لما يقطع عنهم الميه والاكل يلاقي حاجه يشربها. ده اقل انواع برضو الحاجات اللي ممكن انت تتصورها اللي كانت بتحصل في السجناء هناك. يكفي اقول لك ان بشار الاسد بجبروته كان عامل تحالفات مع الدول دي ما كانش ينفع ان هي يحصل فيها تعذيب. كانوا بيبعتوا لهم مساجين يعذبوهم ويصوروا لهم التعذيب بتاعهم على الدارك ويب عادي ويشوفوه. انا قلت لك في اول الفيديو لو تفتكر ان هم فعلا كانوا بيستخدموا الدارك ويب والتعذيب عشان يجيبوا منه فلوس. كانوا مرضى نفسيين يا معلم، مفيش عندهم حاجه بقى اسمها حرام وحلال. انت عايز اكثر من اللي هم كانوا بيعملوه مع الواحده دي؟ ايه قرانيه وتسوع، موضوع مقزز. يكفي اقول لك برضو على لسان مازن حماده ان كان في حد اسمه عزرائيل. في سجان اسمه مسمي حاله عزرائيل بعصاية عنده بورية حديد وإلها دبابيس. هو بقى بنفسه كان بيقول ايه عن يقول الراجل له ده؟ حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت. تخيل هو كان بيقول ايه عن نفسه؟ كانوا مسمينه عزرائيل. كان بيقول لهم هيأذيني الدواء، فلما حد يرفع ايده كان بيقول لهم الجمله دي. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني كميه حاجات انت ما تتخيلهاش. بجد انا صعبان عليا الشعب السوري عموما. ازاي قدروا يعيشوا 50 سنه في الذل والقهر والعذاب النفسي قبل الجسدي اللي بيواجهوه مع نظام بشار الاسد؟ ما ينفعش هناك انك انت تقول لا، ما ينفعش هناك انك انت تعترض، ما ينفعش هناك انك انت مثلا لما تتسجن اهلك يعرفوا انت فين، ما ينفعش انت لما تخش السجن انك انت ما تعملش اللي هم عايزينك تعمله، وتمضي على كل حاجه هم قال لك تمضي عليه غصب عنك مش بمزاجك. لو ما عملتش كده هتتعذب، ولو عملت هتتعذب. انت في كلا الحالات متعذب. بيقول لك ان هم كانوا بيوقفوا شخصين قدام بعض ويقول له اضربوا بعض، واللي هيقول هو اللي هيتعذب. حصلت بالفعل، وقفوا شاب قدام راجل عجوز، فالشاب الراجل العجوز بيقول له اضربني، هو الشاب مش عايز يضربه، كبير في السن محترم سنه ومش قادر، وبالفعل كان هيضربه بس رجع في قراره في اخر لحظه. فقال لهم عذبوني وتعذب هو بدل الراجل ده. انت متخيل كميه التعب النفسي اللي البني ادم ده فيها؟ يعني هو خايف يضرب راجل كبير
فما يسامحش نفسه. وفي نفس الوقت هو عارف ان هو لو ضربه فالراجل هيصرخ فهيتعذب، فمش هيسامح نفسه. فاهم يعني؟ هو كده او كده هو هيتعذب، فاختار ان هو يتعذب جسديا بدل الراجل الكبير ويحميه، بدل ما يعمل حاجه غلط ويندم عليها طول العمر. ان هم كانوا محرمين الصلاه. مفيش حاجه اسمها صلاه، مفيش حاجه اسمها انك تتكلم مع اللي جنبك. السجين اللي جنبك ده ما تتكلمش معاه، مع انكم كنتوا ممكن تكونوا 6 أو 7 حفاض في قلب السجن، في قلب الاوضه بتاعت السجن، بس ممنوع انك تتكلم معاه. وكل واحد فيكم ليه بلاطه، البلاطه اللي انت قاعد فيها انت ما بتتكلمش، انت ساكت. انت لو همست وهم سمعوا هم ياخدوك يعذبوك، الموضوع خلصان معاهم. فانا عايزك تتصور معايا المشاهد والاحداث اللي كانوا بيعيشوها الناس دي. الناس كانت بتصلي بعينيها، عشان انت لو كنت صليت انت كنت مت، وقبل ما تموت كنت هتتعذب. انت كده كده اوريدي كنت هتتعذب قبل ما تموت، اللي هتموت من العذاب. ده دولة مسلمة موحدة بالله زيها زيك بالظبط. بس السجانة وكلاب بشار ما كانوش بيرحموا حد خالص، ولا حريم ولا أطفال. ده حتى الأطفال ما سلمتش منهم. سجينة عادي تم اغتصابها، فطبعا عن طريق الحاجات دي أكيد هينتج أطفال. فطفل اتولد وهو عنده 7 شهور، طفل ما اكتملش. هل يا ترى السجانة دول عندهم عاطفة زيك، أو هيتعاطفوا مع طفل لسه مولود؟ قتلوه وهو في إيدهم، قتلوا طفل عنده 7 شهور. ومش كده وبس، بيقول لك إن مرة في سجان دخل على واحدة فضربها، فأسنانها كانت بتقع من كتر الضرب، فابنها اللي عنده 2 سنين بدأ يلم أسنانها من الأرض. فالراجل تخيل من كتر غيظه من الطفل إن هو نايم مع أمه يعمل إيه؟ ضربه بالرجل، خبطه في الحيطة، مات في وقتها. تخيل انت مكانها، تخيل انت نفسك مكان حد من الناس اللي كانت بتعذب. وبجد الحمد لله ان هم اتحرروا، قدروا يحرروا نفسهم، لان نظام بشار ده عند ربنا ليهم عذاب كبير قوي بجد، لان هم ما سابوش حاجه ما عملوهاش. تخيل انت بتسمع بس القصص دي ومتاثر، ما بالك بقى اللي كان بيعيش القصص دي، واللي كل يوم كان بيحصل فيه الحاجات دي، من انواع تعذيب نفسي وتعذيب جسدي. لحد ما يا جدع ده القذارة وصلت فيهم ان هم يا باشا انت هتوصل لأعفن من كده. وحقيقي في حاجات أعفن من كده أنا مش عايز أقولها، لأن لو قلتها لك أنت أصلا تقلب الفيديو، مش بعيد الفيديو اتمسح أصلا من كمية القذارة اللي هم كانوا بيعملوها في الناس. وحقيقي أنا أكتر واحد يمكن فرحان للشعب السوري، فرحان إن هم قدروا يحرروا نفسهم من نظام فاسد زي ده، من نظام قايم على الذل والتعذيب والترهيب والألم الجسدي والنفسي لأي حد يعارضه، لمجرد إن حد بس قال لأ. مش مهم قال لأ عشان مثلا شيء سياسي، لأ قال لأ مثلا، أو قل التسقيف بتاعه لما شاف صورة بشار، أو ما اداش التحيات كاملة لبشار أو لعساكر بشار أو لجنود بشار. أنت متخيل كانوا بيعاقبوا الناس على إيه؟ أو أنت شكلك مش جاي معاهم، وأنت شكلك وحش، هما مش معجبين بيك، أنت هتتعذب. مفيش مفر. طبعا ده مش كل حاجة، لأن مخفي كان أعظم، فخليه مخفي، لأن أكيد هيبان مع الوقت قصص كتير وحكايات كتير، بالذات من الناس اللي لسه لحد دلوقتي ما طلعوش سجن صدمة. فلو الحلقة عجبتك وانت شايف ان فيها معلومات وحقائق كتير تفيد غيرك، ما تنساش تعمل لايك لو انت بتشوفنا على الفيسبوك. اكيد الشير ده حاجة اساسية عشان تعرف غيرك مدى القسوة اللي كان بيتعرض لها الشعب السوري في نظام بشار الاسد. واكيد مش هقولك ان على اليوتيوب لازم تعمل سبسكرايب، ومش هيكلفك فلوس، مش هياخدوا منك اي حاجة تقدر تعبي على الحلقة دي. واكيد هبقى مستني ان انا اشوفك في الفيديوهات الجايه، فمتابعتك شيء يشرفني، والسبسكرايب بتاعك شيء على راسي جدا جدا. واكيد اللايك بتاعك بيفيرل الحلقه لو على اليوتيوب، فاتمنى اللايك بتاعك هيفرق جدا معايا على اليوتيوب. والكومنت ده اكتر حاجه بتربطني بيك، فاكيد ابقى عايز اعرف رايك عن الحلقه ونظام بشار الاسد بالاخص وسجن صدنايا بالتحديد. فكان معاكم اخوكم في الله محمود السعيد، مستني اشوفكم في حلقات تانية جايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.